رواية هي رأسا على عقب، صادرة عن دار السكرية 2021. كلمني، كيف بدأت الفكرة، كيف جمعت الشخصيات؟ الفكرة كانت في البداية أنا يعني خطر في بالي أن أكتب عن واحد يمشي عنده هواية المشي على الإيدين. بس عن ما كانت الفكرة أن رواية، كانت الفكرة أن هي قصة، وفعلا بدأت فيها وسويتها قصة أعتقد يمكن 1000 كلمة. وأتذكر أني عرضتها على زميلتي، آه، أخت أم خالد شيماء الوطني. من هو الروائي جابر خمدان خارج النص؟ والله خارج النص، أن جابر خمدان يعني إنسان قضى عمره أنه يقرأ، ولا كان في يوم من الأيام يفكر أن يكتب. مم. صحيح أن كنت أنا التقيت بمدرسين من أجمل المدرسين، يعني كان من حظي أن عندي مدرس لبناني، ومدرس فلسطيني، ومدرس مصري. مم. فكانوا هذين في اللغة العربية كانوا يتعرفون علي من دفتر الإنشاء، مم. لأن ما كنت يعني أكتب نفس اللي يكتبه الطلبة. مم. فأنا تخصصي درس في المدرسة المنامة الثانوية التجارية، نعم. بعيد كل البعد عن الأدب يعني، وعن هذا مجرد عن كله عن البزنس وعن تشيكات وعن ميزانيات كذا. أقرأ، وفي كل شيء أقرأ، يعني في روايات، في أدب، في سياسة، علم نفس، فلسفة، أي شيء. مم. فكنا يعني في المكتبة في أوقات ما إلا تسمح، يعني أوقات العمل والله ده. وكان عندي في البيت، قبل لا أسوي لي مكتبة كان عندي حجرة خالي فيها الكتب. مم. بعدين أعطيتها بنتي أميرة لما دخلت الجامعة، على أساس أن تتفرغ لدراستها، فخليتها يعني تستخدمها. صفتك يعني اسم مهم من الأسماء البحرينية في مجال السرد. لو توصف لي المشهد السردي البحريني، يعني كتاب القصة وكتاب الرواية. والله المشهد البحريني خاصة في الألفية طلعت عندنا كثير من الشباب، أو حتى اللي في سني يعني، آه، ما كانوا يكتبون من قبل، ودخلوا على المشهد الثقافي. مثلا عندك شيماء الوطني، مهم. ولو أن هي الحين اللي عندها رواية واحدة المطمورة اللي فازت بجائزة إبداع للمرأة الخليجية الشارقة، وعندها مجموعات قصصية. مهم. عندك بعد عندك مثلا أيمن جعفر بعد كتب، واللي كتبه يعني قصة رواية واحدة ومجموعتين قصصيتين، كان يعني آه، طبعا أنا اطلعت على عملين وكان جدا رائع. عندنا يعني كتاب مثلا ماهر عباس كتب رواية واحدة واقعية، مهم. وحصلت إشادة واسعة. مهم. عندنا أحمد المؤذن، مهم. يعني عنده كتابات ما شاء الله، يعني هذا أقدم منا بكثير يعني من هذا. فكتاب كثر عندنا، في كتب كتاب الأطفال مثلا ندى فردان، مهم. يعني اهتمت حسين خليل. هذا لين اختاروا الكتابة لليافعين. أنا رغم أن كتبت رواية واحدة بس ما أعتبر نفسي من مهم. كتاب اليافعين. مهم. عندنا مثلا جعفر سلمان، علي إسماعيل، مهم. آه، يعني الحين بعد تحضرني الأسماء. طبعا غير الكتاب المخضرمين دلين الأساس، مثل أمين صالح، محمد عبد الملك، وعبد الله علي خليفة. فعندنا يعني بالنسبة للموجة الجديدة جعفر يعقوب مثلا، مهم. رسول درويش. ففي يعني مجموعة من الكتاب. طبعا المستويات تتفاوت وده، بس يعني أتذكر يعني في كتاب أخرجه الدكتور فادي حسين،
مهم. عن السرد في البحرين، وتناول فيه عن الكتابات هذه المتأخرة والبدايات الكتابات بعد، وعرض فيه يعني مجموعة كبيرة من الأسماء، وعدد كبير تناولها بالتحليل بعض الروايات مهم. ومتى بدأت القصة. يعني تقدر يعني تقولين موسوعة سردية عن المشهد الثقافي في البحرين، نعم. يعني يمكن الاطلاع عليه في تفاصيل كثيرة جدا، مهم. يعني مفيدة للبحث يعني. يعني أي الأعمال أقرب إلى نفسك، تحس أنه هذه فعلا تمثل جابر خمدة؟ يعني بالنسبة مثلا الروايات، عمل أشوف واحد. أنا عمل رأسا واحد. عمل واحد. إيه، يعني عندي أنا الرواية هذه رأسا على عقب، آه، يعني هي طبعا حسيت أن فيها، أن هي من بداية ما أكتب إلى لين وصلت إليها كتبتها، فكانت يعني بالنسبة لي ما كنت أنا طبعا أنه أعرف أن هي بتاخذ هذا الصدى، لكن كانت عزيزة على نفسي أن هي كتبتها يعني في مرحلة تشكل وعي أكبر من ذيك الفترة اللي مضت فيها، يعني شيء حس أنه مو موجود من في البدايات. فهي هذه يعني عزيزة على نفسي، اللي هي رأسا على عقب. أنت بهذه الرواية تشتغل على تقنية الفانتازيا، تشتغل على التقنية السوريالية، تشتغل على المدخل للرواية التجريبية. يعني مثلا تقول في الرواية، تقول هذا الأسبوع أبت الأقدام والأرجل أن تفارقني، حتى الأصابع أخذت تتسلل إلى أحلامي. مرة رأيت قدم رجل سمراء مزروعة في الوحل، بينما القدم الأخرى فوق الوحل بالكاد تلامس الأرض. لا أرى باقي الجسد. ومرة أخرى رأيت ساقي امرأة تلتفان على بعضهما، إحدى الساقين بيضاء ناعمة ملساء، والأخرى سمراء خشنة مشعرة، والقدمان بالعكس، حيث تنتهي الساق السمراء بقدم بيضاء، والساق البيضاء تنتهي بقدم مشققة. طبعا صفحة 136 من رواية رأسا على عقب. هذه الصياغات اللي بيها يعني صور مركبة، بيها مسكوتات كثيرة، كم تستغرقك من الوقت يعني في الكتابة؟ يعني لا نتكلم عن رأسا على عقب، وإنما بالمطلق، كم تستغرقك الكتابة؟ بالمطلق يعني في الوقت اللي أشوف عندي تدفق سردي، أظل أواصل. وبعدين يعني أنا من النوع اللي لا يغلقون المكتبة على أنفسهم. أنا أكتب ساعات كله بالخلسة، يعني هروبا من جو البيت والهدف. يعني أشوف لحظات أن أفكر في هذا الموضوع، ويجيني أحس أن في طاقة وفي أفكار قاعدة تتدفق، فأمسك مثلا التاب هذا وأظل أكتب. فيعتمد هذه الصور في بعض الأحيان هذه تأخذ لها وقت طويل، وبعض الأحيان أشوف أن هذه تدفق من همر، يعني يحتاج بس أن الواحد يلحق على كتابته. فيعتمد، بس معظم هذه يعني أنا تلاقي مثلا أنا كتبتها وأنا قاعد في الغرفة على الجلسة، أو قاعد في غرفة المعيشة تحت ومنزوي في ركن معين كذي، واستغل مثلا هدوء ما في أحد، أكتب لي مثلا ساعة ساعتين. مم. فكله بهالطريقة يعني. حتى الفصول أنا عندي يعني طقوس. الفصول دائما قصيرة بعد، مو طويلة. نعم، أنا لاحظت هذا الشيء. يعني إذا طقوس الكتابة ليست صعبة، ليست مهمة صعبة يعني في أي مكان تكتب.
يعتمد، لأن مثلا في بعض الأحيان أنا أكون مسافر و... والأعمال ما كملته، مم. فأنا أحاول أنا ما أكتب أنا، بس أشوف أن الحاح بعض الشخصيات أنه يلاحقني، مم. إيه، تطلع لي أفكار مختلفة في السفر، مم. فأنا أضطر أنا أرد أبدي في أستجيب لهذا التدفق يعني السردي، فأظل أكتب. الطائرة. وبعدين لما لا، في الطائرة ما أكتب، لكن في الفندق أكتب، يعني هناك لما أنا أصير في الفندق أقعد أكتب هذا، وبعدين لما أرجع إلى البلد أحاول يعني أشوف اللي كتبته، اسوي له يعني ريفيو، واشوف انه يستحق ان اضيفه ما اضيفه في تطوير بله. مم. فهذه يعني بعض الاعمال تلاحقني وانا يعني مسافر، اشوف ان الشخصيات وياي مسافره بعد، حلو حلو. وبعضها لا، يعني يمكن تصبر لين ارجع مره مم. ثانيه. يعني عادة الكاتب يواجه حياته، المتشكك في كتابته والمؤمن في كتابته. أنت كيف تواجه المتشككين؟ ما عندنا مشكله مع القراء، يعني عاده الكتاب، القارئ والناقد هذا امرهم، هذا الناقد هذا مو شغلته، يعني انه بغير مثلا من جابر خمدان او من فلان وعلان. مم. بالعكس، هو بيشوف النص، اذا استفزه النص راح بيكتب عنه، ما استفزه بيخليه يعني بينساه. مم. لكن الكاتب مع الكاتب هنا يصير نفس ما يقولون المصريين، آه، عدوك أهل كارك. مم. يعني إلا في نفس المهنة، هو دائما في كل المهن هو اللي يغير منك، أو مثلا أو حاول وبعد يعني حتى في هذا المجال أن بعض الكتاب لا توصل عندهم يعني مثلا زملاء الكاتب معين، يعني ما حدد أنا فئة معينة، وإنما يعني في كل مكان في كل وسط ثقافي تلاقي في بعض كتاب يعني بالعكس، يعني يمكن الواحد يتناول وياهم الأفكار، أنت يفيدونه، شلون يعطونا مثلا. أنت إيه، شلون أنا بالنسبة لي المتشككين، أنا كنت في البداية يعني أن مثلا واحد كنت أنا أحاول أن أشوف أن الكلام مثلا هذا التشكيك هل هو له أساس أم لا. فعلى اساس ان نفس ما قال لنا وش يسمونه صديقنا هاني النجار مع دار لوتس للنشر، يقول انت يعني كان يقول لنا كلنا يعني الكتاب اللي نشرنا عندهم، فيقول انت بعد يعني القراءه هذه، قراءه الكتب يعني الروايات المتميزه وقراءه كتب النقد، هي بتعطيك بعد مستوى معقول انك انت تقدر تحكم بعد على عملك انه جيد مو جيد، فيصير عندك يعني شوي يعني علم او ذائقة معينة. فانا كنت في البداية مثلا في بعضهم مثلا بعضها يشكك، او البعض مثلا يقول لا، هذا الكتاب هذه الرواية هي مي رواية، هذه مثلا انه يحاول مثلا انه يقلص من مساحتها، او مثلا انه خليها بحجم تواضع. انا استمع للاولي يعني سواء المادح او الذام. أنت كيف تواجه؟ يعني شخص يقول لك متشكك، يعني تواجهه أم تتركه؟ لا، اذا متشكك في عملي، يعني انا صادفني هذه في البدايات، فانا كنت يعني اخذ انا ما واجهه، وانما الكلام ماله اروح انا افكر فيه، ان هل هذا الكلام له اساس، فارد اقرا انا عملي هذا اشوفه، اشوف بعدين الصدى ماله عند الآخرين بعد، مو بس يعني المفروض آخذ يعني بس أعطيك من عند هذا الشخص. مثل أستاذنا العزيز أستاذ جابر،
الأخطل الصغير شاعر معروف في شعر الخوري. صحيح. كان ايه. عصبة من الشعراء ومنهم سعيد عقل. كان كل صحيح. ما يظهر قصيدة يهاجموه، كل ما يظهر قصيدة يهاجموه. فاضطر مرة من المرات أن يأجل إصدار ديوان شعري ل20 سنة، خوفا من هؤلاء المجموعة من الشعراء اللي يرمون يعني بسهامهم بالدين. ايه. فأنت يعني ممكن يحصل هذا ولا يعني؟ لا لا لا، ثم أقول لا، ابدا يعني ابدا. ثم أقول لا. انا لا، انا مواجهة المتشككين نعم. اللي مثلا يعتقد ان جابر حمدان والله كقاص انه رائع، لكن كروائي لا. انا يعني في كل مره اسمع او مثلا واحد مثلا في باله انه سواء قال لي عرضا او قصدا، انا احاول اثبت له بروايه او بعمل جديد ان هذا اللي تقوله انا ما بقول لك انه خطا، ولكن انا بصدر عمل جديد ان شاء الله في المستقبل. لما يصدر هذا العمل بتشوف ان فكرتك كانت خاطئه. حلو، يعني انا ما بتكلم بالكلام وانما باصدار عمل. يعني إذن إيه- حلو حلو. إيه يعني مهم. إيه يعني انا مثلا الحين في مثلا البعض قال انك انت تكتب مو روايه، هذه انت تكتب نوفيلا. مهم. يعني في ناس هم قاعد عندهم انه على عدد الصفحات والله على مقياس معين. فانا هذه الروايه الحين اللي صدرت هذه في توصل لها 250 لو 260 صفحة، مهم. فأكبر من كل الروايات اللي أصدرتها لحد الحين. الرواية اللي قاعد أشتغل عليها المستقبلية هذه بعد عدد صفحاتها بعد أزيد. أيوة. يعني ببساطة أن مثلا الذي يقول أنك لا تمتلك النفس الطويل، فهذه الأعمال تكشف إليه أن فكرته خاطئة. حلو، يعني أنت أن تستخدم يعني النقد الهدام في بناء تجربة جديدة. يعني هو نقد هدام لكن أنت تستخدمه في بناء. يمكن يمكن أن نفس ما قلتين أعتبره نفس هذا. بس هو بعضها يعني هذا مو نقد هدام، يعني في البعض يتربص، هذا اللي نقدر نقول عنه النقد الهدام. أن في مثلا واحد مثلا يتربص بالعمل، يريد أن يحبط مثلا الكاتب. هذا يعني شيء ثاني، هذا نقد هدام وأنا أتقبله بعد. حتى هذا النقد بعد مو مشكلة، أنا ما يهمني. يعني أنا أشوف أنا إذا في فكرة صحيحة أو ما فكرة مو صحيحة، يعني راح الأيام والإصدارات أو نصوصي إلا راح تجاوب على هذه. بس في البعض أنه يمكن مشتبه، نعم. يمكن مثلا أنه يعتقد أن النص علشان تكون رواية لازم هالقد عدد الصفحات، ولازم أنه يكون الكتاب ثقيل أو كبير. هي بالنسبة يعني الكتب يعني اكو في فازوا بالبوكر، والكتاب لا يتعدى 200 صفحة. هي المسألة ما الفكرة أعتقد ما وليست أعتقد طول الكتاب. ما أعتقد يعني الخطبة الطويلة هي دليل على جودة الخطبة، ولا صحيح. يعني الجودة هي في خلف السطور. وأنت ماهر في صحيح. الكتابة، يعني على سطح النص وعلى داخل النص. الكتابة هل هي مواجهة للواقع أم هي نوع من الهروب من الواقع؟ يعني زي أنت قلت يعني حتى أهرب من ضوضاء العائلة إلى النص. يعني مو هروب من يعني الواقع، وإنما محاولة تشكيل عوالم. يعني أريد أن هذه العوالم اللي أتخيلها أن أجسدها في نصوص، بدل ما تبقى زاحمني أفكار ويعني كثير من الأفكار هذه يمكن هي موجودة في الواقع، وليست هذه كتابتها هروب
كأنما أنا أثبت هذه صديق. الحالات في الورق، وأخليه في شيء ثابت أقدر أرجع إليه، الناس تقرأ، وليست يعني هروب. حلو. سؤال هنا بأمريكا يسألوه على طول، إنه وين تشوف نفسك ورا 5 سنين؟ يعني ورا 5 سنين جابر خمدان ككاتب، وين يشوف نفسه؟ أين ترى؟ والله أنا أحلم كتابة رواية غارقة في المحلية. مثلا كتبت رأسا على عقب، رواية روعة وكذا، يعني بعضهم كتب عنها، يعني من الدكتور بوشعيب الثاوري، يعني صديق عزيز وناقد. هو كتب مقالة عنها، مقالة في نشرة رابطة الأدباء الكويتيين، نشرها. فهو كان دائما يعني يحب أن نفس ما بدأت في هذه رأسا على عقب، أن أحط تفاصيل كثيرة كلها محلية. وأنا هذا الهاجس عندي، أن رغم أن أنا يعني من أول رواية خليت المحلية، رواية خادم المونار فيها سوق المنامة وفيها البيئة المحلية، ولو أن وظفت أنا مكان الخادمة الهند، ومكان مصرعها في سريلانكا، وهذه المدن اللي كتبت عنها أنا زرتها يعني. فما أكتب عن مدينة يعني وأفصل فيها وأنا ما زرتها. ففيها 3 أماكن: مكان البداية والاستقرار والنهاية. فكانت 3 مدن آسيوية. لمن تحب تهدي هذه الحلقة؟ أحب أن أهدي هذه الحلقة إلى ابنتي نور. مم. لأن ابنتي نور، أنا هذا لأن طبعا بناتي الثنتين، أنا عندي بنتين وولدين، بس اللي يحبون الروايات والقراءة والروايات هم البنات يعني. فهذه بنتي نور، يعني ما أدري شلون، عندها كله تشجعني على الكتابة. ودائما لما نجي: ها بابا وش كتبت وشلون وين وصلت وهذا. ورغم وعندها طبعا رواياتي، بس بعد ظروف الحياة ولأن مسؤولياتها الحين يعني بعدتها شوي عن القراءة. بس هي شغوفة ودائما تسأل عن عالم الكتاب عندي. مم. أنا أهدي هذه الحلقة إليه. شكرا شكرا شكرا، كانت حلقة ممتعة، وإن شاء الله ننتظر روايتك المغرقة بالمحلية إن شاء الله، مو إن بعد شاء الله. الله، قريبا جدا. شكرا جزيلا، إن شكرا. إن شاء الله. شكرا دكتورة على الاستضافة. ويعني كان لنا الشرف أن نتكلم في هموم الكتابة، رغم أن عندنا إن شاء الله في الأسبوع المقبل بعد في سرديات البحرين عندنا بتكون جلسة مع كتاب ويعني ونقاد عن توظيف المكان في حلو الأعمال السردية البحرينية. حلو حلو حلو، إن شاء الله باستمرار أشوفك في تمام الألق. أستاذ جابر، تحياتي إن مع شاء الله. تحياتي، مشكورة دكتورة، شكرا جزيلا.